وقال لهم عاوتاني هذا واحد الراجل كانوا عنده 2 ولاد، وقال الصغير فيهم لباه أبا أعطيني حقي من الورث، وهو يقسم عليهم داكشي اللي كان كيملك. ومن بعد شي ايامات قلال جمع الولد الصغير كاع داكشي اللي جا في حقه وسافر لواحد البلاد بعيده، وتم ضيع فلوسه في واحد العيشه ديال الفساد. وملي خسر كل شيء جا واحد الجوع صعيب في ديك البلاد، وما بقى عنده باش يعيش، ومشى يخدم عند واحد الراجل من ديك البلاد، وهو يصيفطو الفدادن ديالو باش يسرح الحلال، وكان كيتمنى يشبع واخا غير من الخروب اللي كياكلوه الحلال، ولكن حتى حد ما عطاه ليه. وملي شاف حالته كيفاش ولات قال مع راسو شحال من خدام عند با كتشيط عليه الماكله، وانا هنا كنموت بالجوع. غنوض نمشي عند با ونقول ليه ابا راني ذنبت في حق الله وفي حقك، وما بقيتش كنسى نتسمى ولدك، حسبني بحال واحد من الخدامه ديالك. وناض رجع عند باه، وملي كان مازال بعيد شافوا باه وحن عليه وجرى لعنده وعنقه وباسو. وقال له الولد ابا راني ذنبت في حق الله وفي حقك، وما بقيتش كنسى نتسمى ولدك. ولكن باه قال للعبيد ديالو جيبوا دغيا اللبسه المخيره ولبسوها ليه، ولبسوا ليه الخاتم في صبعه والصباط في رجليه، وجيبوا العجل السمين وذبحوه، ويلا ناكلوا ونفرحوا، على حقاش ولدي كان ميت وحيا وكان موضر وتلقى، وهما يبداو الحفله ديالهم. وكان ولده الكبير خدام في الفدان، وملي رجع وقرب للدار سمع الموسيقى والشطيح، وعيط له واحد الخدام وسولو اش هاد الشي اللي وقع، وهو يجاوبه خوك رجع وذبح ليه باك العجل السمين، على حقاش رجع ليه بخير وعلى خير. وتقلق الولد الكبير وما بغاش يدخل، وخرج باه لعنده كيرغبو باش يدخل، وقال لباه شحال من عام وانا خدام عندك وعمرني ما عصيت كلامك، وعمرك ما عطيتيني واخا غير معزه باش نفرح مع صحابي، ولكن ملي رجع هاد ولدك بعد ما ضيع داكشي اللي كنتي كتملك على العيالات الفاسدات ذبحتي ليه العجل السمين. وقال ليه باه اولدي انت ديما معايا، واللي ديالي راه ديالك، ولكن كان خاصنا نفرحوا ونشطو على حقاش خوك كان ميت وحيا وكان مودر وتلقى.